عارف المشهد اللي بنشوفه في الأفلام لما حد بيموت فجأة بيشوف حياته كلها بتتكرر قدامه في ثواني؟ هل ده حقيقي ولا مجرد خيال؟ ليه الدماغ بيحلم قبل ما نموت بثواني؟ الموضوع في سنة 2022 العلماء سجلوا لأول مرة نشاط دماغ لشخص لحظة وفاته عن طريق الخطأ. كان مريض عنده نوبة قلبية وجهاز رسم المخ كان شغال عليه وقتها، والنتيجة كانت صادمة. المفاجأة الأولى، قبل الوفاة مباشرة المخ زود نشاطه بنسبة ضخمة، خصوصا في المنطقة المسؤولة عن الذكريات والأحلام، وده معناه إنه الشخص شاف حياته كلها في لحظات، زي ما بنسمع عن تجارب الاقتراب من الموت. المعلومة الغريبة، العلماء بيقولوا إن المخ قبل الموت بيدخل في حالة تسريع زمني، وده بيخليه يسترجع الذكريات بسرعة جنونية، كأنه بيحاول يلخص كل حاجة قبل النهاية. بعض الدراسات بتقول إن المخ ممكن يفضل شغال لحد 10 دقايق بعد توقف القلب. في ناس رجعت للحياة بعد ما كانت في حالة موت سريري وحكت إنها شافت ضوء أبيض، أو رجعت لذكريات من الطفولة، أو حست كأنها عايشة في حلم طويل. إيه السبب العلمي؟ المخ في اللحظة الأخيرة بيفرز كميات ضخمة جدا من هرمونات الإدراك زي الدوبامين والسيروتونين، وده بيخلي الشخص يحس إنه في حلم أو بيشوف مشاهد سريعة من حياته. وإيه الدرس المستفاد؟ ممكن جدا اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان تكون مليانة بالذكريات، فالشخص هو اللي بيحدد هل هيشوف حاجات جميلة ولا ندم وحزن. العلم لسه مش قادر يفسر 100% اللي بيحصل بعد الموت، لكن الواضح إنه الدماغ مش بيموت فجأة. هل ممكن نكون عايشين دلوقتي في لحظة استرجاع ذكريات لموقف حصل قبل كده؟